كل واحد عنده انزلاق غضروفي أو مشكلة في العصب الوركي أو مشكلة في العمود الفقري القطني لازم يتبع الخطوات دي. عمودك الفقري مش بيسيبك تنام كويس، وبتصحى تعبان وحاسس إنك مش قادر تتحرك، وبتقضي اليوم كله خايف يجيلك نوبة وجع في الظهر أو في العصب الوركي، صح كده؟ في الفيديو ده هوريك 4 خطوات تعملهم قبل ما تنام، دقيقتين بس هيشيلوا كل التوتر اللي اتجمع طول اليوم وهيمنعوا عمودك الفقري إنه يتشنج، وكمان هتنام أحسن ونومك هيبقى أعمق وهتصحى حاسس إنك أخف. وكمان التمارين دي ممكن تحسن وظيفة الأمعاء، وأهم حاجة هتكتشف إنك مش لازم تكون صغير في السن أو رفيع أو عندك مرونة عشان يكون عندك عمود فقري بيتحرك كويس. رائع، أنا عايزك تستخدم الفيديو ده وتعمل كل تمرين معايا، يعني أنا هعمل التمرين وفي نفس الوقت هشرح لك. بالطريقة دي هتفهم ليه كل خطوة وكل تمرين، ودلوقتي ولما تيجي تنام كل اللي عليك تشغل الفيديو وتتبع التعليمات. نام على ظهرك، ممكن تستخدم المخدة اللي بتحبها عشان تكون مرتاح. مدد رجليك وافتحهم شوية. خلي بالك اللي عنده توتر كتير متجمع في عضلات البسواس أو العضلات المقربة، لو فتحت رجليك زيادة هتحس إن في شد في أسفل الظهر وإن ظهرك بيبعد عن المرتبة، وده بيضغط على أسفل الظهر. في الحالة دي قرب رجليك أكتر لحد ما ظهرك يبقى مرتاح تماما. في الوضعية دي ريح جسمك وحرك رجليك للداخل وللخارج ببساطة. هتعمل الحركة دي 20 مرة أو تعد في دماغك 10 ثواني. هنا هتحس فعلا إن رجليك وأسفل ظهرك بيرتاحوا. بحركة بسيطة بنبدأ نرخي التوتر اللي بجمع طول اليوم. جات لنا حجر من ريتشي. الخطوة التانية هنريح عضلة البريفورمس والعصب الوركي. في الحقيقة كل واحد عنده انزلاق غضروفي أو مشكلة في العصب الوركي أو مشكلة في العمود الفقري القطني لازم يعمل الخطوات دي، بس التمرين ده بالذات هو مخصوص للناس اللي بتقعد كتير على الكرسي وانت لسه على ظهرك. دلوقتي هتني رجليك وهتقطعهم. أنا عايزك تكون مرتاح على قد ما تقدر، فهنا تقدر تظبط الارتفاع برجلك اللي تحت، أو ممكن كمان تظبط ارتفاع الركبة التانية بباقي استرخاء الرجل التانية. ماشي؟ دايما أهم حاجة تكون مرتاح. في الوضعية دي هنوجه القدم ناحية المرتبة. لو مش قادر تلمس المرتبة مفيش مشكلة، روح لحد ما تحس براحة. يلا بينا هنعمل الحركة دي 10 مرات من غير استعجال. خدها 2 3. الفكرة هنا إننا نقدر نفك العمود الفقري القطني والحوض، فأنت هتحس إن مع كل حركة المنطقة القطنية هتتحرك أكتر وأكتر. سيبها أخف وبشكل طبيعي أكتر، وعضلة المؤخرة هترتاح والحوض هيبقى أحسن. سيج سيت. 8. لو أنا سريع قوي امشي على سرعتك. ماشي. 9 و10. الحلو في التمرين ده إنه كل ما كان يومك مجنون أكتر كل ما هتحس بفك التوتر والاسترخاء بيزيد. يلا نعمله على الناحية التانية. يلا وارجع. 1 2 2 كأننا بنهدد بيبي صغير، صح؟ 3 4. لو كان صعب عليك تروح وتيجي، لو كنت بتضغط جامد جرب تفتح دراعيك هنا، ده هيديك ثبات أكتر. ماشي؟ 7. يا جماعة ده حلو أوي. 8 9 و10. هنا فيه سر، لأننا وإحنا بنتعامل مع منطقة الحوض والعجز بننشط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي. اللي شغالين في مجال الصحة وعندهم شوية معرفة بالتشريح عارفين إن الجزء ده من الجهاز العصبي هو اللي بيخلينا نبطئ الإيقاع، وده بيكون تجهيز للنوم. ودلوقتي في الخطوة الثالثة هنزود الحركة ونعمل حركة أكبر علشان نقدر نحرك ونفك الضغط عن مفاصل أسفل الظهر والوركين. أنا اتكلمت في كذا فيديو هنا عن أهمية المنطقة دي، الحوض والوركين،
بالنسبة للعمود الفقري، من المستحيل ببساطة إنك تعالج أسفل الظهر كويس من غير ما تبص أو تحسن المنطقة دي. هتلف على مالك وتنام على بطنك، ودلوقتي أنا هضطر أشيل الميكروفون من هنا عشان لو ما عملتش كده مش هتسمعني كويس. نام على بطنك وخد الوضعية اللي بتريحك أكتر، دراعك لتحت ووشك على جنب، أو ممكن تسند جبهتك على إيديك هنا زي ما يكون مريح ليك. بالنسبة لي الوضع كده. هتثني ركبك وتسيب رجليك تقع يمين وشمال، ما تشغلش بالك لو ناحية أكتر من التانية، ده بسبب إن جسمك بيعتمد على ناحية أكتر من التانية. زي ما بتكتب بإيدك، في ناس يمين وفي ناس شمال، نفس الكلام في الرجلين برضه، ده بيخلي فيه تراكم توتر في ناحية أكتر من التانية، وده عادي جدا. اعمل الحركة لحد ما تكون سهلة ومريحة ليك. يلا بينا. أهو هتعملها 10 مرات. أهو ناحية وناحية تانية. 1 4 2 3 4 5. على مالك، لو أنا سريع عليك زي ما أنت عارف اعمل على راحتك. 6 7. هنا احنا بنزود فك العضلات لأسفل الظهر والوركين. 9 10. وفاكرين، بس بأكد مش لازم تروح للآخر، انت هتروح لحد ما تحس انك مش بتضغط على أسفل ظهرك ولا الوركين. أنا فهمت دلوقتي. وعشان نتخلص نهائيا من التوتر اللي جاي من أسفل الظهر لحد المؤخرة ومن أسفل الظهر لحد الكتاف، احنا هنجمع بين تمارين استطالة خفيفة وتنفس هادي بهدوء. هترجع تاني وتنام على ظهرك، هتسيب رجل مفرودة والتانية متنية. الفكرة ان الرجل المتنية تقع على الجنب التاني، هتساعد بإيدك. فاكر انك مش لازم تضغط على نفسك، ماشي، اعمل اللي يريحك بس. بص، أنا من الناحية دي مش قادر ألمس الأرض، ممكن أقدر لو ضغطت على نفسي بس أنا مش عايز، يبقى الوضعية دي مناسبة ليا. وهنفضل كده حوالي 30 ثانية. في اللحظة دي لازم تركز كويس وانت بتطلع النفس. خد نفس، تنفس وزفير ببطء من غير مجهود. لو عندك وعي كويس بجسمك هتلاحظ انه لما تطلع النفس بشكل مسترخي، الاسترخاء ده هيوصل لكل عضلات جسمك، حتى عضلة البريفورمس وعضلات المؤخرة اللي هنا على الجنب. عدى حوالي 30 ثانية. لو حابب تقعد شوية كمان ممكن، الموضوع لذيذ قوي. رجعت، سيبها، لف جسمك من غير ما تضغط عليه، وهنبدل الرجل اللي كانت متنية افردها، والرجل اللي كانت مفرودة اثنيها، ودلوقتي هنميل على الناحية التانية. الإيد بتساعد. الناحية التانية كانت مشدودة أكتر عندي. فاكر لما قلتلك عن موضوع الفرق بين اليمين والشمال؟ كل واحد عنده رجل بيعتمد عليها أكتر، يعني الرجل اللي بتستخدمها أكتر طول اليوم هتلاقي بتشد أكتر وبتتعب أكتر من التاني، وده طبيعي، كل الناس كده. افتكر النفس يكون مرتاح وركز وانت بتطلع الهواء. ده حلو قوي. ما تقلقش لو حسيت بطاطاءة في ظهرك، فاكر اننا بنفك ونفتح، يعني زي ما لما بنشد صباعنا ساعات بيطقطق، لما بنفتح المفصل طقطقت الظهر او طقطقت الورك في الحالة دي، ده بس معناه انك قدرت تفك الضغط عن المفصل. وعدت 30 تانية. والخطوة الجاية عشان تحسن صحة ظهرك كله هي إنك تقوي العضلات الصح. وأحسن طريقة أنا أعرفها تعمل كده في البيت موجودة في الفيديو ده هنا، كل اللي عليك تضغط عشان تتفرج. وليك أنت اللي كملت معايا لحد هنا في هدية خاصة. الفيديو ده هو نفس الروتين اللي عملناه النهاردة كله من غير تقطيع، عشان تشغله وتعمله قبل ما تنام. ده فيديو خاص مش هتلاقيه غير من خلال الشاشة دي.
أنا هسيبكم دلوقتي، سلام كبير وأشوفكم في المرة الجاية.